بغيت نقول بان المجلس صعيب كان، لان التكوين ديالو هنا نجيو لباكستان، غادي نجيو لغايانا، غادي نجيو للصومال، كل دوله عندها خلفيه، عندها مشاكلها، عندها لي فيلنيرابيليتي، نقاط الضعف ديالها، يعني ماشي سهل. و يعني المجلس اللي قبل راه كانت عندنا فيه الامارات، كانوا دول اللي اليوم عندك فيه الجزائر، عندك فيه غايانا، عندك فيه باكستان، عندك فيه سلوفينيا، عندك فيه الدنمارك، يعني حتى الدول الاوروبيه اللي هاد ماشي يعني الدنمارك سلوفينيا واليونان، هادو هما الدول الاوروبيه اللي يعني ماشي البرتغال والدول اللي قريبه لنا بزاف. نفس الشيء بالنسبه في اسيا، كوريا كوريا وباكستان في اسيا، غايانا وبنما في امريكا اللاتينيه. كاين الدول اللي كانوا مواقفها واضحه، امريكا، فرنسا، بريطانيا، هذو من البدايه، لان بعد الاشتغال اللي قام به جلاله الملك معهم وبشكل مباشر، هذه الدول هذه غيرت الموقف، وكانت في التوجهات ديال جلاله الملك بان هاد الثلاثه هما الاساس باش جلاله الملك يدوز للمرحله المقبله اللي هي مرحله ديال القرار. سيراليون دوله حليفه، هادشي اللي كاين. بنما دوله يلاه سحبت الاعتراف هذه سنه، يعني باقا هشه، يعني فينا وفين 11 باش فينا وفين 11 داكشي بديتي لي 11 كانت من ثلاثه. تما بدا متابعه يوميه جلاله الملك، ولكن واحد اللحظه وصلنا ستة اللي يمكن بالطرق اللي ستة خصنا تسعود، تدخل مباشر، تفاعل مباشر جلاله الملك مع قاده باش نوصلوا لتسعود، ومن وصلنا لتسعود سهلت 10 و11.